شفنا في الحلقة اللي فاتت صاحبنا كيم اللي راح لعالم اللعبة واشتغل في تنظيف الدهاليز من المانا الملوثة واتعرف على غزال اللي طلع غدار في الآخر وكان عايز يخلص عليه، بس صاحبنا خلص على فريقه بالكامل. لا وكمان المفاجأة إنه استيقظ أخيرا لبشري خارق من المستوى الأول. لو مش فاكر الأحداث أو لسه جديدة بالصحاب فروح اتفرج، مستني إيه؟ وقبل ما تمشي ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هات فشارك ومسلياتك وتعالى أخوك الطرش يكمل لك الحكاية. بعد ما صاحبنا استيقظ لبشري خارق بيزعق ويقول اخيرا بقيت بشر خارق. كم العبيط عمال يرقص ويقول هيجيلي عروض وفلوس وهيصه. بيجي واحد يقول له شايفك مبسوط يا معلم، مالك كده احكيلي. صاحبنا اللي كان بيرقص اتفاجئ وبيبص وراه عشان يشوف مين، وبيطلع ده القبضه الحديديه، واحد من الشخصيات المجانيه بعد المحارب كين. الشخصيه دي بتبقى من فئه المحاربين بس برضه بتتعامل مع الاسلحه الناريه، وكمان الشخصيه دي قويه جدا وهو واحد من رؤساء العصابه، وبالاخص عصابه القبضة الحديدية. العصابة دي واحدة من عصابات العالم السفلي للمدينة، وكيم قلقان جدا عشان هو دخل منطقتهم وكمان عمل شغف فيها، وممكن باللي عمله ده يكون استفزه. فعلا المعلم قبضة بيقول له انت مفكر نفسك رايح فين يا روح امك؟ عايز تعمل دوشة كده وتمشي من المكان؟ صاحبنا وشه بيجيب الوان وبيقول له ان هو كان بيدافع عن نفسه مش اكتر. بيعمر المعلم قبضة سلاحه ويقول له قصدك يعني انك كنت خايف من العيال دي وعملت دوشة في منطقتنا، يعني انت بقى مش خايف مني؟ وبعدين بقى في ابن المجنونة ده في ايه؟ انا مش هقدر اقاتل في الحالة اللي انا فيها دي عشان انا لسه ما اتعافتش بالكامل. بيوجه له قبضة السلاح في صدره ويقول له انت عملت اكبر غلطة في حياتك عشان استفزتني، والنهاردة هوريك مصير اي كلب يستفزني هو ايه. صاحبنا بيجيب اخره وبيقول اهي خربانة خربانة، وبيبص القبضة كده ويقول له تمام قوي، ما تقول لي كده هتعمل ايه يا معلم. بيمسك صاحبنا بالمسدس من قبضة وبكل ثقة بيقول له انت مفكرني خايف ولا ايه؟ ما تجرب كده تضرب طلقة وتشوف هموت ولا لا. وطخ فعلا ابن المجنونة كيم صاحبنا بيضغط على الزناد وبتخرم الطلقة كتفه، وقبضة متفاجئ الواد ابن المتخلفة ده ليه يضرب نفسه، بس بيتفاجئ قبضة وكل اللي معاه من حاجة تانية أجن من اللي عمله كيم، وإن مكان الطلقة بدأ يتعافى بعد ظهور ضوء أخضر بيحاوط كيم اللي بيقول له الضربة دي بتزغزغ يا معلم، لو عايز تجرب تاني جرب. بيضحك قبضة كده ويقول شوفوا الواد، لا عجبتني ياض وشكلك مش بتخاف من الموت فعلا. صاحبنا بيضحك ويقول ان هو ما كانش يتوقع ان الشفاء السريع يتطور لتجدد. الفوائد من طلوع المستوى الاول للبشر الخارق ممتازة فعلا، واكيد بالعرض اللي انا عملته ده مش هيتجرأوا يبصولي باستصغار. بيشاور صاحبنا على اللي خلص عليهم ويقول ان مهاراته مش بالحظ. انا معرفش انت مين يا معلم، بس لو هزرت مع المحارب كيم هتبقى بتتجنن. بيضحك قبضة كده ويقول له المحارب كيم ها، ده اسمك بقى مش كده؟ عجباني شجاعتك دي يا صغير. انا هسيبك تفلت باللي انت عملته النهارده، لكن في مقابل انك هتبقى مديون لي بخدمه. بيروح قبضه كده يحط ايده على كيم ويقول له انا متاكد انك تعرفني كويس وعارف يعني ايه لما يكون عندك ليا خدمه. بيقول له كيم اكيد يا معلم، في اي وقت هسددها لك. بيمد قبضه ايده عشان يسلم على كيم، والمعلم بيقول ان قبضه مش من النوع اللي بيخون، ولو قدرت اعمل معاه صحوبيه ده هيبقى كويس جدا. وفعلا الاتنين بيسلموا على بعض، وبيقول له كيم اشوفك المره الجايه يا معلم قبض. بيعدي الوقت وبنروح لبرج البشر الخارقين، وصاحبنا دخل ومتفاجئ لان طبعا المنظر ده مدهش حتى احسن من اللعبه. بتيجي الموظفه بتاعه الاستقبال عشان ترحب ببطلنا وبتساله لو كانت دي اول مره له هنا وازاي تقدر تساعده. اوبا، مين البت الجامده دي؟ ولا احترم نفسك، يلا القناه دي محترمه، مش عشان انت البطل يعني هنسكت لك. صاحبنا بيشبه على البنت دي ويقول انه حاسس ان هو شافها قبل كده، والبنت بتقول له لو انت هنا عشان تطلع رخصه بشري خارق فاتفضل معايا بعد اذنك. بتوريه آلة القياس بتاعه المانا وبتقول له يقف عندها عشان يشوف مستوى المانا والسمة اللي عنده. بيقول صاحبنا ده حلو قوي، انا مش مضطر حتى ان اسال على المكان، وكمان بمجرد حصولي على الرخصه فانا. فجاه بيحصل دوش شديد جدا بيفاجئ بطلنا وكل اللي موجودين، وبعدها بيسمع ناس بيقولوا الكاهنه جت، الكاهنه جت خلاص. كاهنه؟ هي فين دي؟ انا مش شايف غير سفينه هوائيه. وفجاه ظهر ضوء من السفينه بشعاع انتقال قدام بطلنا اللي بيكون مرعوب حرفيا عشان اللي شافه قدامه ده كانوا ناس من الطائفة الدينية القديمة. بيتسائل صاحبنا ليه الزعيم الأخير اللي هيحاربه موجود هنا دلوقتي،
وسع يا ابني انت وهو، الراهبة بتعدي من الطريق. كين بيفكر ويقول ان المفروض لسه في المرحلة التعليمية في اللعبة، ازاي يقابل الزعيم فجأة كده. وبيحكي لنا كين بقى انهم دلوقتي بيقولوا عليها راهبة ومحبوبة، لكن الوش الحقيقي ليها هي انها سفاحة، وكل الطائفة الدينية القديمة مختلين عقليا. الناس دي بتهاجم بعشوائية وما بتفرقش بين مدنيين ولا حتى خارقين. بتروح الكاهنة عند آلة القياس بتاعة المانا، وبيحصل ضجيج عالي جدا من شدة المانا بتاعتها، وحتى صاحبنا بيقول انه ما تخيلش ابدا يشوف ده في الحقيقة. بعد ما بينتهي الزخم اخيرا والكاهنة بتخلص ضخ المانا، بتظهر نافذة النظام وتقول على عمرها، وبتظهر كمان التخصص بتاعها وكمان مستوى المانا اللي من المستوى الثامن، وعندها 6 دوائر خاصة بالقدرة. الكل بيهيص وبيقول عليها انها مباركة وماسكين الطبلة وبيطبلوا. اما صاحبنا بيقول انا مش لازم اندهش دلوقتي، خلينا امشي من هنا احسن واكمل اللي انا بعمله. اصل مستوى مانا 8 ده معناه ان قوتها مدمرة جدا، تقدر تقارن حتى بقوة على المستوى الوطني، وللاسف نفس القوة دي هي اللي هتدمر البلد في المستقبل. بس انا لو قلت الكلام ده للناس اللي عمالين يطبلوا دول هيقولوا عليا زنديق، واحتمال اموت مرجوم بالحجارة كمان. ما علينا، خلينا دلوقتي اقيس قدرتي انا كمان. بس الاول انا لازم احذف 3 سمات عشان ما اجذبش الانتباه. اثناء ما كان بيعمل كده فجأة بتبص الكائنة على بطننا وبيسألوها اتباعها في ايه، بتقول لهم انها شايفة شخص مش عادي ابدا موجود معاهم هنا، وهوب بتظهر ورا بطننا تقطع له الخلف حرفيا وتقول له انت عندك قدرات مذهلة جدا. ايه يا ست انت، ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده. لكن فجأة بيتصدم لما بيعرف انها اتكلمت عن قدرته، وبيسأل نفسه اذا كانت حست بيه وهو بيحذف قدرته ويغيرها على مزاجه. اسوح، دي لو كانت حست بيا ده انا هيطلع عين امي. بيتكلموا الناس ويقولوا هي القديسة بتعمل ايه، ومستغربين ليه الكاهنة بتتكلم مع شخص عادي زي ده. وفجأة بدأت تتقدم الكاهنة على بطننا وبتمسك ايده وبتسأله عن اسمه. انا اسمي المحارب كين. بس فجأة صاحبنا بيحس بالرعب كأن حياته على وشك انها تنتهي حرفيا. ده لان حرفيا يا صاحبي الكاهنة لما بتسأل عن اسم اي شخص بتديله معمودية على طول. وبالفعل بدأت تقول شوية طلاسم وهي بتبتسم بخبث، وفجأة بدأت الطلاسم دي تتحرك من ايديها لجسم بطننا. الناس مفكرين ان صاحبنا محظوظ عشان الكاهنة بنفسها بتعمله المعمودية، لكنهم كلهم ما يعرفوش حاجة. وصاحبنا اللي بيسب ويلعن فيها عشان لو اكتسب السمة المعمودية دي مفيش قدامه خيار تاني غير انه يدخل معاهم الطائفة بتاعته، وساعتها مصيرك هو الموت على ايد الشيطان السماوي اللي هيدمرهم في الحرب في المستقبل. صاحبنا بعد كده بيسحب ايده بسرعة وبيرفض، وبيقول ان ده بمثابة انتحار لو انضم للجماعة المجنونة دي، وبتنهار قوته من نفسه وبيقع على الارض. بس بيستجمع شجاعته بعدها ويقول ان هو بيرفض المعمودية. ايه، قول تاني كده عشان ما سمعتش، انت بتتكلم بجد دلوقتي؟ بيقول لها بطلنا ان هو جد فعلا وانه بيرفض المعمودية. بتقول انك بترفض بقى عشان تبقى تابع لينا وتخدم الحاكم بتاعنا. ده قرارك انت وانت حر فيه، لكن انت لازم تعرف ان الحاكم بتاعنا حاطط عينه عليك اصلا. بتروح الكاهنة تمسك بكتف بطننا وتحرر عليه قوتها، وبتكمل وبتقول له ما تنساش ان الطاقة المقدسة دخلت جسمك خلاص وهتفضل تاكل فيه. لو ما قدرتش تقاومها فاعتبر الحرية الشخصية بتاعتك دي ملهاش اي معنى، وهتموت موتة الكلاب. وفعلا بعد ما بتمشي الكاهنة بيحس صاحبنا فجأة ان جسمه حرفيا بيتم تأكله بواسطة نيران الحاكم، وصرخاته بتملى المكان كله. الكل بيقوله تستاهل عشان ترفض المعمودية، لكنهم كلهم اغبياء ولا حد فاهم اي حاجة، وكله بيصفي الزيطة وخلاص. بتيجي لصاحبنا سمة اسمها الحمى السماوية، ودي نتيجة لرفض المعمودية دي. والسمة دي واحدة من اعنف اللعنات في عالم ارقين. عشان تقدر تتخلص من اللعنة دي الطريقة الوحيدة هي انك تتذلل للطائفة عشان يعمدوه. انا رفضت المعمودية عشان انا كنت بفكر في المستقبل، لكن شكل كده هي دي نهايتي في الحياة دي كمان. فجأة بينكب على صاحبنا مية على أمل إن النيران الحمى دي تنطفى، وصاحبنا بنص عين بيحاول يشوف مين اللي كان بيساعده، وبتطلع دي الموظفة اللي كانت أرشدته هنا وبتناديله عشان يفوق شوية. بيقول كيم إن ما حصلش قبل كده وحد ساعد أي شخص مصاب بالحمى خوفا من إنها تنتقله، عشان كده بيقوم يشكرها وكمان ناوي إن هو يتحمل الألم للآخر. وبالفعل خلال لحظات جات له سمة جديدة اسمها مقاومة الهالة المقدسة، وعن طريقها هيقدر يقلل ضرر النيران الهائلة اللي جاي عليه وبتاكل في جسمه دي. بياخد صاحبنا وضعية تأمل وبيحاول يسيطر على المنى بتاعته، ويقول إن ميزة النيران السماوية دي هو إنك لما تبقى أقوى هيتم مضاعفة الضرر. عشان كده النيران ضعيفة دلوقتي لأنه لسه في المستوى الأول وهيقدر يتخلص منها. أول شرط عشان يعمل كده هو اكتساب خاصية المقاومة السماوية، وبيفتح نافذة النظام ويحط كل حاجة لها علاقة بالمنى عشان يزود قوة النار. وبالفعل بعدها النيران الحمى زادت وبدأ يتألم بشكل مضاعف، والموظفة وراه بتحاول بكل جهدها إنها
تساعده وتكب عليه المية. صاحبنا بيحمد ربنا ان البنت بتساعده ولو حتى بشوية مية في الموقف الهباب اللي هو فيه ده، ودلوقتي لازم يركز على شعور التناقض بين المية والنار، وده طبعا عشان يقدر يكتسب الخاصية. وفعلا صاحبنا كأن الزمن توقف من حواليه وبيحاول يمتص هالة النار والمية مع بعض باستخدام سمة امتصاص المانا والتلاعب بالمانا عشان يقدر يسيطر عليهم في تناغم. وفورا بعد ما بيعمل كل ده بيفتح عينه وبتخرج منه هالة مختلفة تماما ناتجة عن تفاعل الاتنين، ومن شدتها بتعمل كل اللي بيتفرجوا على صاحبنا. بنعرف بقى ان الهالة دي كان مصدرها السمة الجديدة واللي هي الدرع السحري. اخيرا قدرت تحصل على خاصية مشتركة من المستوى الاول. الخاصية دي مفيش غير المدافعين بس اللي بيمتلكوها. بتطمن عليه الموظفة وكان بيقول لها ان هو بخير الحمد لله. اما بقى الجمهور اللي حاضر بيبقوا متفاجئين ان هو قدر يتخلص من الحمى. كان بيقول ان هو لسه ما اتخلصش من اللعنة اصلا، والدرع ده حل مؤقت لحد ما يتعود على الألم. بيروح يكمل الاختبار بتاع المانا وبيعمل قياس عشان ياخد رخصته، واخيرا الآلة انتهت من حساب مستوى المانا اللي عنده واللي كان بشري مستوى خارج من المستوى الاول ب6 دوائر خاصية. طبعا الناس بيمدحوا فيه وبيقولوا عشان كده الكاهنة كانت مهتمة بيه وعايزة تعمل له المعمودية. بتيجي الموظفة تهني كين وتقول له انها ما شافتش قبل كده حد بدأ وكان عنده 6 دوائر وهو لسه في المستوى الاول، وبتطلب منه بعدها يجي وراها عشان تديله الرخصة بتاعته. وبالفعل بعد شوية وقت بيتقدم له الرخصة وبتبارك له عشان اصبح يقدر دلوقتي يستخدم كل منشآت البشر الخارقين. انت ما تعرفيش قد ايه انا كنت بعاني عشان احصل عليك يا بنت الجزم. الموظفة كانت لسه هتحكي له على المميزات اللي هو يقدر يحصل عليها، لكنه قطعها وقال لها ان هو عارف كل حاجة: خفض الضرائب، ولو زاد مستواها يتعمل له عفو كامل من الضرائب، وكمان امتياز حصانة، والمواصلات اللي بقت مجانية، وترابيزات بلياردو وبنج يا معلم. بتقول له الموظفة: شكلك كده عارف كل حاجة عن المجال ده يا معلم. بيقول لها: ايوه، تقدري تقولي عليا كده مدمن، قصدي دكتور في المجال ده. صاحبنا كان هيقول مدمن العاب بس سحب لسانه. المهم صاحبنا بعدها بيطلب منها طلب وبيقول لها ان هو ما بيحبش يضيع وقت، عشان كده ابوس ايدي شوفي لي طريقه اقدر اخرج بيها من هنا بهدوء. بتقول له: ما تقلقش، انا اصلا كنت مستعده للحكايه دي. بتلقوا في الجاكيت عليها كده في مشهد كله فخر وتقول له: تعالى ورايا. وصاحبنا طبعا خروف ما شافش نسوان في حياته باين، وبالفعل بيروحوا من مكان سري وبيشكرها بطلنا على الاهتمام ده كله. وبتقول له: ما تقلقش يا معلم، احنا بنساعد بعضنا. بسبب توفيته للشروط اللازمه اكتسب خاصيه التخفي كمان، مع انه اصلا ما كانش متوقع ان هو يحصل عليها دلوقتي، بس هي جت صدفه. بتشاور للموظفه على المكان اللي يقدر يخرج منه، وصاحبنا بيشكرها على كل اللي قدمته له طول اليوم. انا مش مصدق بجد ان في شخص طيب زي ده في عالم اركين المعفن ده. لما ابقى شخص اقوى انا اكيد هردلك الجميل ده في يوم من الايام. بيفتكر ساعتها صاحبنا ان هو نسى يسالها عن اسمها، لكن بيفتكر برضه ان هي كانت ادت له البطاقه بتاعها. ويا عيني لما بيبص في البطاقه بيتصدم لان البنت دي اسمها بايك سورين. بيحكي لنا بطلنا ان سورين دي محاربه من المستوى SSR، وواحده من اقوى 3 شخصيات في اللعبه، وكانت دايما شكلها في اللعبه كانها سفاحه مجنونه. وانا اقول ليه كنت بشبه عليها، ما تصورتش ابدا تطلع هي. في اللعبه كان شكلها مجنون جدا، لكنها هنا لطيفه جدا. هو ايه اللي حصل لها بالظبط عشان تتحول كده؟ بيعدي الوقت وبنشوف صاحبنا بيصطاد في السلايم وبيتعصب وبيشتم ويقول: بشري خارق ايه وزفت ايه اللي المفروض يغير حياتي ده انا بقالي اسبوع كامل بنضف في زنزانتين بس، لدرجة ان انا حاسس دلوقتي ان انا هموت من الارهاق. انا خلصت كهف واحد بعد 4 ايام شغل وتعبت وخلاص وجبت اخري، امال انا هعمل ايه في الباقي؟ بيقول لنا كيم ان هو بطيء جدا في التنظيف عشان هو ظابط الخصائص بتاعته انها تحافظ على الدرع السحري اللي بيحميني من اللعنة، ولو كان ظبط السمات بتاعته على تنظيف الكهف كان زمانه خلص من زمان، لكن للأسف مش هيقدر يغيرها عشان الحمى اللعينة دي. وعشان أقدر أطرد اللعنة من جسمي أنا لازم أشتري جرعة الرحيل. بس للأسف الجرعة دي غالية جدا، حتى لو فضلت أشتغل شهر كامل مش هقدر برضه أجيب حقها. فجأة صاحبنا تليفونه بيرن وبيجيله اتصال، واللي كان بيرن عليه ده هو المعلم تشوي اللي كان كل شوية يزهقه يرن عليه. وبسبب إن هو زهقه في عيشته كل شوية يرن فكان هيرفض الاتصال، لكن فجأة بتجيله فكرة كده وبيبتسم بشر ويقول: مش ممكن برضه نستفيد من العبيط تشوي ده؟ وبالفعل تاني يوم بنروح عند تشوي اللي بيبقى زي القط لما بتديله شوية اكل، وبيبقى فرحان جدا ان هو يعرف واحد زي كيم اللي قدر يتخطى محنة المعمودية وكمان مستيقظ ب6 دوائر خاصة. ما تنجز يا عم، قول لي انت عايز ايه، انا ما بحبش انا التلزيق ده انت عارف. وبعدين الاول كده قول لي عملت ايه في الطلب اللي انا طلبته منك. بيقول له تشوي ان جرعة الرحيق دي التدوير عليها مرهق جدا لانها مادة مطلوبة من خارقين المستوى الخامس او اعلى. انت يا عم انت لو مش
تعرف تدور عليها قول لي وانا امشي. بيقوم تشوي بسرعه ويقول له لا لا يا معلم استنى بس، ما تقلقش انا هدور عليها واجيبها لك ان شاء الله من تحت تقطيع الارض. بيبتسم كين بخبث ويقول ان تشوي ده هيموت ويعمل اي حاجه بسبب ان هو عايز يعمل معايا عقد شغل، عشان كده هيدور لي على الرحيل. بيقعد بطلنا ويقول لتشوي عايز ايه يقول لي. بيوري له تابلت فيه صوره فريق وبيساله اذا كان سمع عن فريق الحمايه الاول قبل كده. ايه فريق الحمايه ده؟ انا اول مره اسمع عنه. هي دي شركه حراسه دي ولا ايه يا معلم تشوي؟ بيقول له تشوي انهم شركه عسكريه خاصه وواحده من اكبر 10 شركات في العالم، واللي ماسكين الشركه دول هم زوج وزوجه واصولهم من عائله محاربين قويه، عشان كده خلفيتهم قويه جدا. ايوه انا معلم تشوي ما قلتليش الناس اللي عايزه تصرف فلوسهم دي عايزين يعملوا ايه يعني؟ بيقول له تشوي انهم قدموا طلب مساعده عشان ابنهم عنده مشكله، عمره فوق ال20 ولسه ما حصلش على اي علامات لاستيقاظه لبشري خارق، رغم انهم عملوا كل حاجه عشان يساعدوه. بيقول له تشوي ان الواد ده عنده مستوى المانع من الدرجه الثامنه، بس الغريبه ان هو لسه مش مستيقظ، والناس دي طالبين مساعده من بشري خارق على الاقل من الرتبه الاولى، ولو شايف انك مناسب تقدر تساعده. صاحبنا بيقعد يفكر شويه كده وبعدها بيقول تمام يا معلم شوي، قول لهم ان هاجي اشوف ابنهم قريب. وبالفعل صاحبنا بيروح مع تشوي عند قصر الناس دي، بس قاعدين بقالهم فتره عشان باين عليهم مشغولين واحتمال يتاخروا عليهم. صاحبنا مش سامع لتشوي اصلا وبيبص على القصر ويقول يا رب يوعدنا. بيطلع من احلام اليقظه دي اللي هو فيها بصوتهم وهم بيعتذروا على التاخير، وبتعرف الام عن نفسها واسمها ميري والاب اسمه جونجو. بيقوم تشوي يحييهم ويقول لا لا مفيش داعي احنا لسه جايين اصلا. بيحييهم صاحبنا وبيبص عليهم عشان يعرف انهم من مستوى بشري خارق سادس على الاقل بسبب الهاله المهيبه اللي بتطلع منه واللي بتبقى كميتها عاليه جدا. الاب بيقول ان هو مش واثق بنكله في بطننا، اما ميري بتقول له ما يتكلمش كده ولو مش عايز يقعد معاهم فيقدر يروح شغله. بيقعد زي الكلب مكانه، وشكل ميري هي اللي مسيطره في البيت. بتقول ميري طالما انتوا هنا فاكيد قبلتوا ان انتوا تساعدونا. كيم بيقول ان هو ناوي يساعد بس الاول لازم يعرف اذا كان في حاجه منعاه من انه يستيقظ. راح جونج ضارب بايده على المكتب وقال له وانت مفكر عندك المؤهلات اصلا عشان تقدر تساعده؟ بتسال اسئله غريبه ليه؟ ده انت حتى لسه مستيقظ من قريب بنفسك. بتهديه ميري وبتعتذر لكيم عشان هو زعلان بس على حاله ابنهم ومش قصده حاجه وحشه، لكنها برضه بتقول لكيم انها مش هتقدر تقول له سبب عدم استيقاظه، وعايزه تعرف اذا كان هيوافق يساعدهم على الاستيقاظ ولا لا، عشان بالنظر على الحاله اللي انت فيها دي اظن انك برضه محتاج مساعده ومحتاج جرعه الرحيق في اقرب وقت ممكن. بيستغرب بطلنا ويقول انهم ممكن يعملوا اي حاجة عشان ينقذوا ابنهم، وكمان عارفين ان هو محتاج الرحيق جدا، وده اللي يخليه يتأكد اكتر من شكوكه. بيقول لهم كيم ان هو عايز يشوف ابنهم، وبالفعل خلال لحظات بيظهر الابن واللي اسمه وجين، وبيقوم صاحبنا يسلم عليه وبيفحصه ويقول انه مش شايف عليه اي ذرة من المانع، وده غريب جدا. لكن لما بيبص في ايد وجين بيستغرب وبيقول له حلو قوي الجلافزات اللي انت لابسها ده يا معلم. بيحكي له وجين ويقول له انها فعلا ممتازة وهو ممتن للجلافزات دي. ايوه طبعا انت لازم تبقى ممتن، وده لانك محتاج ختم مانا قوي زي ده عشان يحميك. كلام بطلنا بيفاجئ العيله كلها عشان سرهم انكشف، وبيبتسم لهم بخبث كده ويقول انه كان متوقع كده من الاول، وبقى متيقن اكتر لما شاف الجلافز دي. اللي خلاه يشك اصلا انهم كانوا حاطين شرط ان خارق من الدرجه الاولى هو اللي يساعدهم، وكانهم قاصدين ان هو يقبل المهمه. بيقول صاحبنا لوجين انت كمان تم تعميدك على ايد مجانين الطائفه الدينيه دول مش كده؟ وسبب عدم استيقاظ ابنكم انه رفض تعميده، وفي الحاله دي ختمتوا المنى بتاعته عشان ما يتمش تعذيبه بالحمى المقدسه. واكيد طبعا هم ما كانوش عايزين يعلنوا عن الاخبار دي عشان ما يدخلوش في صراع مع الكاهنه، عشان كده لما سمعوا ان صاحبنا قدر يتغلب على اللعنه بتاعته قرروا يستدعوه لهنا عشان يساعد ابنهم. وجين بيضحك وبيقول عليه ان هو ذكي جدا، وبيقول له انت تنفع تبقى محقق يا اسطى. حبيبي تسلم، انا بس ذكي شويه بس عن المعتاد. كيم الخبيث بيضحك وبيقول انه مفيش حاجه هتستخبى عنه طالما عارف المستقبل وعارف كل حاجه عنهم، وان بمجرد ما شاف وش وجين افتكر حدث مهم جدا في اللعبه. وجين اللي كان رفض ينضم ليهم في الاول ورفض المعموديه اهله خسروا قوتهم، عشان كده قرر ينضم للطائفه غصب عنه. العيله كلها بتقلب كيوت وبيقولوا لكيم اذا كان عنده طريقه يقدر ينقذه بابنه بيها من غير ما ينضم للطائفه المجنونه دي. صاحبنا بيقول ان الدنيا زي الخياره فعلا، الناس اللي كانوا بيتصرفوا معاه بغرور دلوقتي بيعاملونه باحترام. بيروح صاحبنا يحط ايده على كتف وجين وبيقول له انا عارف الالم اللي
انت حاسس بيه، عشان انا كمان حسيت بيه، وعشان كده انا ناوي ان انا انقذك. وجين بيكون سعيد جدا وبيشكره وبيقول عليه ان هو انسان شريف جدا وبيروح يحضنه. اما بقى كيم الخبيث بيضحك ويقول انه مش بيعمل كده عشان هو شريف، لكن عنده خطط خاصة بيه، وبيستوعب الكاهنة ويقول القائد المستقبلي بتاعكم دلوقتي بقى مدين ليا يا مجانين. كيم بيقول لهم الاول ان عنده شرط عشان يقدر يساعدهم، وهم بيستغربوا ومش فاهمين هو عايز ايه كمان، لكن ميري بتقول انها مش مهتمة ومش عايزة تعرف الشرط ده ايه طالما ان هو هيقدر يعالج ابنهم. وصاحبنا بيضحك ويقول ان الطلب ده هيبقى صعب شوية لانه محتاج يتعلم اسلوب سيافة مدمر الجبال اللي العيلة بتاعتهم بيستعملوها. طبعا العيلة بتنصدم لما بيسمعوا كده، وكيم بيضحك وبيسألهم عن رأيهم، وهم بيقولوا له ان هو بيبالغ جدا في طلباته. تشوي بيراقبهم وهيموت على نفسه من الرعب بسبب الهالة اللي بتبقى خارجة من ميري، وهي بتسأل كيم اذا كان اللي سمعته ده صحيح، وبتسأله اذا كان طلب منها دلوقتي انها تعلمه اسلوب عيلتها المميز. وبكل وقاحة كده صاحبنا يعني هيموت من الرعب ومصدوم ومش فاهم ليه هي حررت كمية القتل دي كلها فجأة. ده حتى جونجو اللي كان عمال يزعق من شوية بيحاول يهديها عشان يتفاوضوا معاه. بيحكي لنا كيم ان اسلوب المبارزة ده هو واحد من افضل اساليب السيافة في العالم، وبمجرد امتلاكه هيقدر يحصل على قوة تخليه يقدر يمتلك اي حاجة هو محتاجها. وكمان مفيش غير ناس قليلة جدا بس هما اللي بيستعملوه زي ميري كده وزوجها. بمجرد تلويحة واحدة يقدروا يفجروا دبابات ومدرعات بكل سهولة، وعشان كده الاسلوب ده مش اي شخص يقدر يتعلمه لان قوته تعتبر غش. وبسبب كده طبعا حكومات العالم كلها بتحاول تمنعه عشان يعتبر مصدر تهديد. صاحبنا بيراقب ميري اللي لسه لها شويه وهتنزل فيه ضرب، وبيقول ان هو ما كانش يتوقع ابدا انها تتعصب للدرجه دي، وبيطلب منها تهدى وانه هيتعلم الاسلوب ده بعد ما يساعد ابنها طبعا. وجيم بيقول لامه ان هو ممكن ينسحب ومش عايز يتعالج لو هي رافضه، لكن طبعا ميري بتتفاجئ وتقول انها نسيت اهم حاجه بالنسبه لها واللي هو علاج ابنها، عشان كده بتسحب الهاله بتاعتها وتقول لكيم انها موافقه. وكمان بمجرد ما يعالج ابنها وجين هتسلمه الجرعه وكمان فلاشه فيها خطوات تعلم التقنيه. صاحبنا بيتفاجئ وبيسالهم اذا كانوا متاكدين وانه فعلا مش رافضين. بيقولوا له ان سلامه ابنهم اهم حاجه دلوقتي. وطبعا الخبيث صاحبنا فضل يضحك ويقول لهم يعتمدوا عليه وانه هيقدر يرجعه لحالته الطبيعيه وكمان يعمل له الاستيقاظ. ميري بتشكره وبتقول له انهم واضعين املهم عليه ولو فشل فهم هيبقوا محبطين جدا. كيم بيقول لهم ما تقلقوش وخلونا يلا نبدا دلوقتي. وفعلا بعد لحظات بيروحوا كلهم لغرفة تانية، والغرفة دي فيها دايرة منى مركزة. غير كده كمان موجود كل الأدوات اللي هو محتاجها سواء كانت الجرعات العلاجية من المستوى المتوسط أو أي حاجة تانية عايزها. كين بيقول لها تمام حلو قوي، تقدروا بقى تروحوا انتوا دلوقتي وتسيبونا سوا أنا ووجين. ميري بتقول له يعتني بيه كويس وبتعتذر عشان هي غضبت عليه من شوية لأن ابنها كان تم إرغامه على قبول المعمودية من الكاهنة وهو لسه في المدرسة. حياته كلها كانت عبارة عن الغرفة اللي هو كان عايش فيها دي، وما كانش بيخرج بره ولا حتى بيقابل اي حد. وبتعتذر له تاني عشان هم حساسين جدا في اي حاجه تتعلق بوجين. كيم بيراقبها ويقول ان هو ما كانش عارف انهم عانوا للدرجات دي بسبب الكاهنه الغبيه دي، وكمان في المستقبل كان وجين هيعارض اوامر عيلته وينضم للكاهنه عشان يحميهم منها، ودلوقتي فهم قد ايه عقده الذنب اللي عندهم. بيقول كيم لميري ما تقلقش وانه هيكون حريص جدا على انهم ينجحوا مهما حصل. وبعد ما ميري بتمشي صاحبنا بيتمطع كده وبيسال وجين اذا كان مستعد، وطبعا وجين مرعوب. بيقول له صاحبنا ايه يا ابني انت مرعوب وخايف كده ليه؟ انا هعمل لك حاجه يعني؟ وجين بيقول له يا عم انا خايف انك تحقني بموارد غريبه وتعمل عليا تجارب. صاحبنا مستغرب ويقول له انت جبت الكلام ده منين يا ابني؟ المفروض ان في العاده الشخص لازم يشرب جرعه الرحيق عشان يشفى من اللعنه، لكن وجين عشان عنده كميه منى كبيره في جسمه واذا حاول يصحي جسمه ويكون بشري خارق فجسمه هيتم تدميره من اللعنه. كيم بيقول لوجين انهم هيبداوا لكن الأول لازم يوعده إن هو ما يقولش لأي حد أي حاجة عن اللي هيحصل في الأوضة دي النهاردة حتى لو كانوا أهله هما اللي سألوه. وجين بيوعده بكده، وبعدها كيم بدأ يستعمل حاجز المنى بتاعه عشان يغلف نفسه هو وجين، وبعد ما عمل كده بدأت اللعنة تتفاعل في جسمه من تاني وتحرق فيه. كيم بيقول إن هو لما فعل الحاجز السحري وخرجت من جسمه التأثير بتاعه ضعف ودلوقتي لازم يشرب الجرعات السحرية دي. وجين بيسأله إذا كان بخير عشان شايفه بيبلبع أزايز المنى ورا بعض. أما
وجين اللي في عالم تاني خالص بيقول ان جرعات المانا دي طعمها اسوأ من عصير البصل. النظام بيطلع لكيم ويقول له ان هو حصل على سمة مدمن الجرعات واللي هتساعده في تحسين الجرعات اللي هياخدها. وصاحبنا بيقول انه اخيرا انتهى من المرحلة التانية ودلوقتي دخل في المرحلة الاهم. النظام بيديله سمة درع المجال الواسع واللي بيقدر يزود من كفاءة الدرع ويوسعه. وكيم بيضحك ويقول ان هو كان ذكي جدا لانه بجانب ان هو هيتخلص من اللعنة ده كمان هيقوي من قدراته. وجين بيهني كيم وبيقول له انا ما شفتش حاجة زي دي قبل كده يا اسطى، انت عبقري فشخ والله. وصاحبنا ما بيصدق عشان يتفشخر شوية وبيقول ان هو عارف كده. بيقول صاحبنا لوجين ان هو يخلع الجلافز بتاعه عشان يحرر ختم المانا ويخرج ايد واحدة بس خارج الحاجز، وبمجرد ما يعمل كده هو هيمسك في ايده وبعدها هيبدأوا في عملية العلاج بتاعته. وجيم مش فاهم وبيسأله إذا ما كانش ده خطير عليهم هما الاتنين لأن اللعنتين اللي موجودين على جسمهم هيتفاعلوا سوا. كيم بيخرج من حاجز المانا وبدأت اللعنة تتفاعل عليه وبيقول له وجين أنت فعلا لعنتك هتبقى أضعف لأنك داخل الحاجز على عكسي، وبيطلب من وجين يخرج إيده دلوقتي بسرعة وبلاش يضيع وقت. وفعلا وجين بيشيل الجلافز وبيكون مرعوب جدا عشان دي أول مرة يشيله من لحظة ما تعرض للعنة وخايف جدا، لكن بسرعة بدأ يخرج إيده من الحاجز السحري واللي بدأت تخرج منها كمية مانا مهولة واللعنة كانت كبيرة جدا وبتنتشر في المكان. كيم بيتراجع ومش مصدق كمية المانا دي وبيتسائل ازاي كمية المانا المتخزنة دي كبيرة جدا، وبعدها بيمسك ايده ويقول له مش مهم انا ما عنديش اي خيار تاني. لكن لما بيعمل كده بدأت اللعنة تنتقل لجسمه وبدأ يتألم جدا ويعاني لدرجة ان هو حتى كان هيفقد وعيه من الوجع. اللعنة دي اقوى حتى بأضعاف من اللي الكاهنة حطتها عليا. انا دلوقتي حاسس ان كل خلية في جسمي بدأت تتحرق. ما بدهاش بقى. صاحبنا راح دخل بسرعة للحاجز السحري وبيتوقف بعدها تأثير اللعنة من على جسمه. وجيم مش فاهم ايه اللي بيحصل وبيسأل بطلنا عن سبب التجربة اللي عملها حالا. والنظام بيقول لكين ان هو حصل على سمة امتصاص الألم واللي بتخليه يمتص الألم اللي بيحس بيه الأشخاص اللي بيلمسهم. وجيم بيفرح جدا ومش بيبقى مصدق ان اللعنة اللي كانت بتعذبه أخيرا اختفت. وكين بيضحك له ويقول له عشان كده قلت لك تثق فيا، قلت لك ان انا هساعدك واديني وفيت بوعدي. بيعرفنا كين ان هو كان بيستعمل الحاجز السحري وكمان امتصاص الألم عشان يسحب منه الطاقة المقدسة وكمان يخفف من عليه اللعنة. كيم بيمسك السيف بتاعه وبيقول له وجين يقوم بسرعة ويستعد دلوقتي ويهجم عليه طالما اللعنة لسه ضعيفة لحد ما تستيقظ قوته كبشري خارق. وفعلا وجين بياخد السيف وبيقول له قشطة عليك وانه فهم خلاص. بيهجم وجين على صاحبنا بكل قوته وصاحبنا بيتصدى له بسرعة لكن وجين بيقدر يكسر الدرع بتاعه وبيجري وراه عشان يهجم عليه من تاني. كيم بيبقى مصدوم جدا وبيقول مستحيل، الواد ده ازاي يقدر يعمل كده بهجوم من سيف خشبي بس. وجين بيهجم على صاحبنا من تاني وبيحاول ان هو يصيبه لكن كيم بيقدر يتفادى الهجوم وبيقول ان حتى باستخدام قدراته الدفاعية مش هيقدر يتحمل ضربة كمان. وجين لسه مش عاتق كيم ورايح يهجم عليه تاني وصاحبنا مش متخيل ابدا ان واحد لسه ما تمش ايقاظه حتى يبقى قوي للدرجة دي. بيتفادى الضربة بسرعة قبل ما ينصاب من تاني وبيتسائل اهله كانوا بيعلموه ايه في الفترة اللي فاتت دي عشان تبقى مهاراته مرعبة كده. بعد ما بيتفادى صاحبنا وبينتقل وراه وبيسأله وجين اذا كانوا انتهوا كده خلاص. خرج النظام وقال لصاحبنا انه حصل على سمة الدفاع وكمان سمة التفادي. وصاحبنا بيبص على وجين وبيقول ان الطاقة اللي بتخرج منه دلوقتي ده اكبر دليل على انه بدأ خلاص يستيقظ لبشر خارق والمهمة هتنتهي. لكن يعني صاحبنا بياخد اكبر صدمة في حياته لان الهالة اللي بتخرج من وجين دي بتعمل اتحاد مع السيف وده معناه ان هو استيقظ بسمة خاصة اسمها اتحاد السيف والجسد. النظام بيقول لوجين ان هو استيقظ برتبة عالية وحصل على سمة من الرتبة SSR وكل احصائياته كسيف هتزيد. وجين بيمسك السيف من تاني وبيروح يهجم على صاحبنا من تاني ويا عيني كيم بيبقى مرعوب وهيعملها على نفسه. ابوس ايدك استنى يا كابتن، القوة دي لو جت فيا هتموتني مش بس هتصيبنا الله يخرب بيتك. صاحبنا اللي بيتفرج على الهجمة بيقول ان هو مش هيقدر يتصدى لها ولو اتصاب فهيقول على نفسه يا رحمن يا رحيم. كلمة السر كالعادة هي وجين. اكتبها لي في التعليقات لو حابب تطلع معانا الفيديو الجاي زي الاساطير اللي على الشاشة دول. لو عايزين طبعا ان احنا نكمل الحكاية ياريت الدعم يا شباب وما تنساش الصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اشوفكم في فيديو جديد وسلام.